النهاردة معانا 3 من أشهر مسدسات الصوت الساقية، كل واحد فيهم ليه لون وشكل ووزن وحجم مختلف تماما عن التاني. هنقارن بينهم ونشوف مين الأقوى والأكثر اعتمادية. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي الفيديو النهاردة هيكون إن شاء الله جميل وبسيط، مفهوش أصلا كلام كتير ولا أي حاجة. أول حاجة نبتدي بيها ونستعرضها هي الجاكور الإيطالي. تمام، برضو ده بص عليه كده، ادي الجاكور الايطالي 9 ملي. تمام، محفور عليه كل حاجة، لون اسود وبينزل بمقبض خشبي كده بني. اول حاجة نستعرضها هي بص فتح البكرة بتاعته. تمام، تنزل وتحط تاني وتضرب كده نفس الاسلوب دوت. موضوع سهل وبسيط جدا. مسدسات الصوت الساقية بتبقى صوتها عموما اعلى من مسدسات الصوت العادية، بتبقى احسن بكتير في الصوت. احنا برضه عايزين نبص، ده منظر الماسورة بتاعتها، فيها حائط معدني كده. تمام، بتكون واسعة كويس جدا. ولكن انا شايف ان الجاكور الايطالي حاسس ان تقفيله مش احسن حاجة مقارنة باللي احنا لسه هنخش عليه. وهنشوف برضو مقارنة بالوزن، هو وزنه يعني كويس ولكن خفيف. بعض القبضة بتاعته شكلها برضو انا حاسس ان هو مش مريح قوي في المسكة. هنشوف برضو، يعني حاسه صغير على ايدي. انت بص صباعي ينزل تحت. برضو هنشوف الباقي. تاني حاجة هنخش عليها هي الايكول السنيك، زي ما انتوا شايفين مكتوب عليه سبورت موديل او ايكول سنيك 2. تمام، اللون ده نادر جدا لما تلاقيه مع حد، حاجة محترمة جدا. ولكن طلقه مش 9 ملي زي دي. تمام، مش طلقة دي بس العيب الوحيد اللي فيه، ولكن في حل هتتفاداه دلوقتي، هكلمك ازاي تتفاداه. ولكن في فرق ملحوظ في القبضة، ده احسن بكتير من الجاكور الايطالي. حتى مسكته اريح ووزنه احسن بكتير، والتقفيل بتاعه ممتاز جدا مفيهوش ملحوظة. واحسن كمان منه في ايه؟ حتى الفتح بتاعه بص احسن بكتير، يا دوبك بتجيب السقاطة كده شمال وتقوم دايس على دي من الناحية التانية يفتح معاك. لا، التقفيل بتاعه افضل بكتير. ولكن بقى نوع الطلق بتاعه ما بقاش متوفر دلوقتي. المفروض الطلقة بتاعته الكبسولة بتبقى عادي، هي يعتبر نفس دي، بس من هنا بتكون اوسع شويه بحيث انها لما تيجي تزخره ما تسقطش جوه. بص دي بتسقط جوه. تمام، لا التانية بتكون بتخليها على الحرف بره. طيب ايه حل المشكله دي؟ طبعا انا مش هرمي مسدس شبه ده محترم. ايه حله؟ ان انا بقفل. تمام، بقوم مرجع لورا واضرب لفوق. تفضل تعمل كده، تضرب لفوق، خلاص هي الطلقه كده كده انت هي رجعت ورا اهي. واخدين بالكم؟ فتبقى بس ايه، تخليه باصص لفوق. لكن هو محترم جدا ولون نادر جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا برضو على الماسورة بتاعته، الماسورة بتاعته محترمة جدا على فكرة، وهو خامته محترمة جدا زي ما انتوا شايفين، يعني حتى قطرها واسع. لا انا في التقييم طبعا ده افضل بكتير من الجاكور الايطالي الايكول سنيك. نخش على اللي بعده، نيجي بقى لحبيب الكل ودايما الناس كلها بتسأل عنه، الايكول الفايبر. الايكول الفايبر وزنه كويس. تمام، ولكن المسكة بتاعته احسن حاجة مريحة بالنسبة لي. يعني لا، مريح جدا وجميل ووزنه محترم جدا وتقفيله ممتاز جدا. انا بالنسبه لي الايطالي يترمي كده في الزباله على التقفيل اللي انا شايفه. انا مش عارف انتوا واخدين بالكم ولا لا، بس حتى المفتاح بص بيفتح كده احسن بكتير من ان انت تسحب السوستة بتاعته، ممكن اصلا تتقطم في ايدك. فانا شايف ان ده افضل بكتير جدا زي ما انتوا شايفين اهو، 9 ملي برضو. ولكن ده بقى افضلهم كمان في حاجة بقى، ان ده فعلا 9 ملي، هتاخد الطلقة 9 ملي عادي خالص. بص بقت على الوش اهي، تقفل تضرب على طول. حاجة محترمة جدا جدا جدا. قبضته ممتازة
وصوته عالي جدا. تمام. نبص برضو على الماسورة بتاعته. يعني هي اضيق شوية من الايكول السنيك، بس محترمة برضو بصراحة كده. لا، يكسب عن جدارة الايكول الفايبر، يكسب كويس جدا. رغم ان خلي بالك بقى اعلى سعر فيهم هو الايطالي، عشان كده بقولكم ما تحكموش على حاجة بالسعر. كذلك في مسدسات الصوت، يعني عندك الريتاي اس 2022 انا اتكلمت فيه مرارا وتكرارا، محدش يقتنيه رغم ان هو ماسك سعر ومش عارف هو واخد بروباجندا على ايه. ولكن هو انت عندك هو والاس 22 سقطة التثبيت الاجزاء اللي بتبقى هنا، اللي بتبقى ماسكه اللي بتنزل منه اجزاء بتتقطم. فما تاخدش دايما بالسعر ان ده عالي يبقى خلاص. طب ما الزراكي ضارب فوق في العالي ورغم كده يعني الريتاي 17 برضو تمنه تحت. بس انا بالنسبه لي ريتاي 17 كويس جدا بالنسبه الفئه السعريه دي، يعني بتتكلم في فرق 5000 جنيه او اكتر كمان ما بين الزراكي والريتاي 17. ففي موديلات لا ما تحكمش، مش كل حاجه سعر. في اخر فيديو احب يعني اكون ان شاء الله فدتكم. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان يصلك كل جديد. واي حاجه انتوا عايزين تسالوا عنها او محتاجينها الفتره الجايه يا ريت تكتبها لي في التعليقات، وان شاء الله اعمل لكم كل اللي انتوا عاوزينه. سلام.